السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشارك معكم مجموعه من اقتراحات الفطور ديال رمضان. غادي نشارك معكم التحليه بمذاق الحامض والليمون، كتجي خطيره ومنعشه واقتصاديه، بالاضافه الى كريب بنوعين، كريب مالح بواحد الحشوه خطيره جدا وبنينه بزاف، اقتصاديه ومعلكه. هاد الكريب ضروري ما تحضروه في رمضان، راه كيجي بنين بزاف، بوصفه معتمده عندي، ناجحه 100%. بالاضافه الى كريب حلو بصلصه ديال الشوكولات، كيجي لذيذ بزاف بطبقات، وعجين ناجح 100%، مع واحد العصير في الاخير خاتر وكيعطي كميه وفيره. كنتمنى هاد الاقتراحات ينالوا الاعجاب ديالكم وتشجعوني وتدعموا الفيديو بواحد اللايك والاشتراك في القناه. تبعوا معايا الفيديو من الاول للاخير باش تعرفوا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نبدا بها هي التحليه باش تبرد. 3 الكؤوس ديال العنبه من الحليب، مع 3 المعالق ديال السكر، وزوج معالق عامرين مزيان ديال النشا، بالاضافه الى مبشور حامضه. غادي نوضع هاد المكونات كاملين فوق النار حتى يعقد القوام ديال الخليط. من بعد غادي نصبوه في الكؤوس. ملي نوضعوها فوق النار ضروري التحريك المستمر باش ما تلصقش لينا في القعر ديال الكاسرون. غادي نوضعوها في الكؤوس وندخلوها الثلاجه حتى تبرد وتتماسك الطبقه الاولى. من بعد غادي ندوزو باش نوجدو الطبقه الثانيه. غادي نحتاج فيها 2 حبات ديال البرتقال معصورين يكونوا بالحجم كبير. غادي نضيف عليهم 3 المعالق ديال السكر وملعقتين ديال النشا، واحد الساشي ديال الفاني. غادي نحركهم ونوضعهم فوق النار حتى يتماسك الخليط. من بعد ما كيعقد القوام ديالو غادي نوضعوه فوق الطبقه الاولى، من بعد ما كنتاكدوا انها بردات وتماسكت تماما. غادي ندخلهم الثلاجه حتى يبردوا تماما، من بعد عاد نقدموهم. غادي ندوز دابا باش نحضر معكم كريب مالح. غادي نحتاج فيه نصف لتر ديال الحليب وحبتين من البيض، كأسين او زلافه ديال الدقيق الابيض خاص بالحلويات، رشه من الملح ورشه من الابزار، والزعتر كيبقى اختياري. انا هاد الوصفه معتمده عندي، العجين ما كنبدلوش، راه ناجح 100%. غادي نطحن الكل وغادي نخليه يرتاح واحد 10 دقائق، عاد ندوزو باش نبداو نطيبوه. كنطيبوه على نار متوسطه وردوا معاه البال. ملي بانوا لينا الجناب تحمروا كنقلبوه. غادي نستمر حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. بالنسبه للحشوه كتبقى اختياريه. انا شحرت صدر الدجاج مع واحد البصله مشلضه شرائح، مع الملحه والابزار وبودره ديال الثوم، وفي الاخير غادي نزيد عليهم واحد الملعقتين ديال الزيتون مقطع. بالنسبه للصلصه غادي نستعمل ملعقتين ديال المايونيز مع ملعقتين ديال الكيتشوب. تقدروا تستعملوا اي صلصه كتفضلوها، بالاضافه للفريت والفرماج.
الحشوه كيف قلت لكم كتبقى اختياريه. انا غادي نقترح عليكم هاد الحشوه، كتجي لذيذه بزاف. غادي نوضع اولا غادي ندهن الكريب بالصلصه. غادي نوضع الحشو، من بعد غادي نوضع قطع ديال الفريت، وفي الاخير نوضع الفرماج. غادي نطويها على شكل ظرف اولا مسمنه كيف غادي تشوفوا معايا في الفيديو. ساهلين ودغيا كيوجدوا، وكنوضعوهم في واحد الصفيحه ديال الفرن. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله. بالنسبه لهاد الكميه اللي وجدت خرجت لي 9 ديال الحبات. من بعد ما كملت الكميه كلها غادي نرش عليهم الفرماج من الفوق وندخلهم الفران غير يتحمر داك الفرماج ويذوب، وكنخرجوهم. نشعلوا عليهم النار من الاسفل والاعلى والنار تكون مهيله. حنا محتاجين غير الفرماج يذوب وكنخرجوهم. اما بالنسبه للكريب الحلو فنفس الوصفه تقريبا، غير هي في بلاصه الزعتر والملحه غادي تضيفوا السكر. غادي نضيف حبتين ديال البيض على نصف لتر من الحليب. غادي نضيف عليهم واحد الملعقه ديال الزبده من بعد ما ذوبناها، وغادي نضيف ملعقه ديال السكر وكيس من السكر المنسم بالفانيلا. غادي نطحن الكل جيدا. من بعد ما غادي نضيف واحد الكأسين ديال الدقيق، وغادي نخليو الخليط يرتاح 10 دقائق حتى نصف ساعه عفوا، باش كتعطينا نتيجه مزيانه. صافي من بعد غادي نبدا نطيبهم بشكل عادي. القوام ديال الخليط كيكون على هذا الشكل خفيف. العافيه تكون متوسطه دائما. ملي كيتحمروا من هاد الجهه كنقلبوهم الجهه الاخرى. العافيه تكون متوسطه حتى المهيله. كيف كتشوفوا غير كيبداو يذهبوا وكنزولوهم من فوق النار. غادي نستمر. وانا كنطيب لي كريب ديالي، انا كنوضعهم في واحد اناء هكا اولا طبسيل، وكنرش عليهم الصلصه ديال الشوكولات اولا شوكولاته الدهن اللي كتفضلوا، اي نوعيه كتفضلوا، وكنوضع الحبه الثانيه فوق منهم. كتستمروا على حساب العدد اللي بغيتو. انا درت تقريبا 6 ديال الحبات فوق بعضياتهم. بهاد الطريقه كنبقى نوضع الصلصه وكنوضع من فوقها حبه اخرى ديال الكريب. من بعد ما كنكملوا العدد اللي بغينا صافي كنقطعوهم بالسكين على هذا الشكل. انا وجدتهم من الحجم الصغير. كنقطعوهم وكنقدموهم مع الموز اولا مع الفريز، الفواكه الجافه، صلصه الشوكولاته، صلصه الكراميل اللي كتفضلوا واللي موجود عندكم في البيت. كيف كتشوفوا الشكل ديالهم كيجي زوين وحتى المذاق كيجي رائع جدا.
بالنسبه للعصير اللي غنشارك معكم اليوم، غادي نحتاج فيه حبتين من الليمون او البرتقال مع حبتين ديال الموز. غادي نحتاج 3 المعالق حتى 4 ديال السكر على حسب الذوق. غادي نضيف عليهم واحد الياغورت باي نكهه كتفضلوا، انا استعملته بنكهه الفاني. وغادي نضيف عليهم تقريبا نصف لتر ما واصلش ديال الماء. كنطحن الكل وكنقدموه بالصحه والراحه. تقدروا تضيفوا عليه الجزر اللي كيكون مسلوق، كيبقى اختياري بالنسبه للاضافات اللي بغيتو نتوما. وبهكا كنكونوا سالينا الوصفات ديال اليوم، وصفات سهله دغيا كتوجد بدون مجهود وكتجي لذيذه بزاف. لي كريب كيجيو رائعين وبنان كتحليه اولا كتقدموهم حتى في الفطور، كيجيو لذاذ بزاف مع الصلصه ديال الشوكولاته. بالنسبه للتحليه ديال الحامض كيف قلت لكم كتجي منعشه. كيعجبوني بحال هاد التحليات اللي كيكونوا محمضين هكا، كيجيو لذاذ. اما بالنسبه للكريب المالحين فالوصفه ناجحه 100% ديال العجين، والحشوه رائعه وبنينه بزاف. كنتمنى هاد الوصفات ينالوا الاعجاب ديالكم، ورمضانكم مبارك كريم. نتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامه.